السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله وبناء على طلب متابعة طلبت مني كيك عيد ميلاد بمقادير بسيطة، لأنها لا تتوفر على الباتور أو الطراب الكهربائي، وكذلك نفس الوقت ما عندهاش الفرن. لذلك حبيت انني نشارككم بهذا الكيك اللي كيجي المنظر ديالو راقي، كذلك الطعم والمذاق ديالو لذيذ، وطريقه التحضير ديالو طريقه بسيطه بدون فرن. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو من الداخل. نتمنى انه ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش لايك للفيديو، وكذلك انا كنتظر منكم تعليقاتكم اللي كتشجعنا على اعطاء المزيد. وما تنساوش تشتركوا في القناة مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات فغادي نقوم بتحضير اي كيك بالكاكاو ناجح لديكم. انا هنا غادي نستعمل 4 بيضات كبار او 5 صغار بدرجة حرارة المطبخ، قبصة من الملح، كأس من السكر. بالنسبة لقياس الكأس فهو بقياس 150 ملي، كأس غير ممتلئ من الزيت، كأس من الحليب، كأسين ونصف من الدقيق، كيسين من الكاكاو ما يعادل 14 غرام، كيسين من خميرة الحلويات البيكنج باودر ما يعادل 16 غرام، كيس سكر بنكهة الفانيلا. ندوزو الآن طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. في إناء غادي نوضعو قبصة ملح، البيض، من كأس من السكر، ثم السكر بنكهة الفانيلا. نخلطوا هذه المكونات جيدا. من بعد نضيفوا الزيت دائما مع التحريك، الحليب، بسم الله نضيفوا الدقيق. بالنسبة للدقيق فضروري يكون منخول أي مغربل، يستحسن أنه يكون مغربل مرتين. نضيفوا الكاكاو ثم خميرة الحلويات البيكنج باودر. نستمر في إضافة الدقيق حتى نكملوا الكمية اللي عندنا. كما كنلاحظوا هنايا من بعد ما قمنا بإضافة كل كمية الدقيق كنحصلوا على خليط بهذا الشكل. كناخذوا مقلاة من نوع جيد، يعني غير قابلة للالتصاق. نقوم بدهن المقلاة بالقليل من الزيت للاحتياط فقط. ثم على بركة الله كنوضعوا الآن كمية من خليط الكيك في المقلاة. نحاولوا أننا نوضعوا نفس الكمية لكي نحصل على نفس الحجم من الكيك. إذا بهذا الشكل على نار خفيفة جدا، ضروري أنها تكون نار خفيفة. كنوضعوا هذه المقلاة على بركة الله. ملي كنلاحظوا لهنا بأن الكيك بدا كيرتفع عن المقلاة كنعرفوا بأنه يعني ولا جاهز. بسم الله نحاولوا أننا يعني نهزوه بالأول من الجوانب باش يسهل لينا أننا نقلبوه هذا الشكل. ثم على بركة الله بسم الله بسم الله. إذن ننتظر كذلك إلى أن يطهى من الجهة الأخرى، ونستمر بنفس الطريقة حتى نكملوا كل كمية الخليط الموجودة عندنا. بعد ما أنهينا كل خليط الكيك كما كتشوفوا هنا حصلت على 7 دوائر من الكيك بهذا الشكل، يعني غنحصلوا على 7 أو 8 حسب حجم المقلاة. نمر الآن لتحضير الكريمة. كما كتشوفوا غادي نحتاجوا الكأسين زائد ثلث الكأس من الحليب البارد جدا. بالنسبة لحجم الكأس فهو بقياس 150 ملي. وهنايا غادي نحتاجوا كما كتشوفوا استعملت علبتين من لاموس الفانيلا، يعني تستعملوا النكهة حسب الرغبة. بالنسبة كذلك لهاد العلبة كنوضعوها في المجمد، يعني كذلك العلبة يجب أن تكون جد باردة. كنوضع الحليب وكذلك العلبة في المجمد، ونفس الشيء بالنسبة للإناء كذلك كنوضعوه في المجمد هو والخفاقات. يعني ضروري هاد الأشياء تكون باردة، خصوصا إذا كان الجو حار. غادي نوضعوا الآن الحليب البارد
بسم الله على بركة الله. الآن كنوضعوا بودرة موس الفانيلا، يعني النكهة اختيارية، ممكن تستعملوا موس الشوكولاتة أو موس الفراولة. إذا على بركة الله نخفقوا لاموس مع الحليب حتى يتضاعف الحجم. بسم الله. بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا هنايا في الصحن الخاص بالحلويات قمت بوضع ورق الزبدة باش نحافظوا على نظافة الصحن. كنوضعوا الآن قطعة من الكيك. بالنسبة للكيك ممكن أننا نوضعوا مباشرة الكريمة. أنا هنايا غادي نسقيه، يعني نسقيه بالسيرو أو المشروب الغازي أو العصير حسب الرغبة. بسم الله. ثم نوضعوا كمية من الكريمة. بسم الله. بعد ما وضعنا الكريمة نوضعوا قطعة، يعني قطعة أخرى من الكيك أو دائرة أخرى، نفس الشيء نسقيوها. ثم كنوضعوا كمية أخرى من الكريمة ونستمروا بنفس الطريقة حتى نكملوا كل طبقات الكيك الموجودة لدينا. بعد ما وضعنا كل طبقات الكيك الآن كنوضعوا كذلك الكريمة على الجوانب بهذا الشكل وكذلك على السطح، ونحاولوا نسرحوها باش تكون عندنا، يعني تعطينا سطح مستوي. هنايا كما كتشوفوا قمنا بتغليف الكيك من الاعلى وكذلك من الجوانب. وهنا عندنا الشوكولاته الدائبه وضفت ليها يوغورت الشوكولاته، وكننتظروا حتى تيولي الخليط دافئ، يعني ما نوضعوهش على الكيك وهو ساخن لانه غيذوب لينا الكريمه. بسم الله على بركة الله. بعد ما كيولي الخليط دافئ فكنكبوه على الكيك بهذا الشكل. اذا على بركة الله هنايا الكريمه المتبقيه وضعتها في الجيب الحلواني وغنقوم بتزيين بهذا الشكل. اذا على بركة الله. وبالنسبه لهنا في الجوانب غادي نوضع الكريمه بهذا الشكل. كما قلت لكم فالتزيين كيبقى اختياري. اذا متابعينا الكرام كما كتشوفوا هنايا وضعنا قطع من اللوز. اذا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. نتمنى ان وصفه اليوم نال اعجابكم، وكالعاده الى عجباتكم ما تنساوش لايك للفيديو واشتراك في القناه مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.